النهاردة عايزاه يكون يوم مميز، هو already مميز لأن النهاردة آخر يوم في امتحانات. مبسوطة أوي إن بجد النهاردة آخر يوم، خلاص يعني خلصنا أخيرا. وكمان أهم سبب إنه مميز إنه يوم عيد ميلادي. في حد افتكر عيد ميلادي من غير ما أقول، افتكر لوحده. ملك عملت لي كومنت امبارح، thank you ملك، I love you. وبجد أنا بحب كل الكومنتس بتاعتك. المهم إن أنا أصلا دلوقتي متأخرة قوي، مش عارفة أجهز بسرعة، يعني بجد أنا مش عارفة أجهز بسرعة، عايزة أخد وقت لأن النهاردة مش عايزة أستربع لأنه عيد ميلادي يعني. أصلا عشان عندي امتحانات فأنا مأجلة الاحتفال اللي بعمله بعيد ميلادي مع نفسي كل سنة. يعني أنا كل سنة بيبقى ليا طقوس معينة أنا بعملها بحيث إن أنا أحتفل بعيد ميلادي وإني أسليبريت عيد ميلادي على طريقتي مع نفسي، لأن ده حاجة من الحاجات اللي بتخلي علاقتي مع نفسي أقوى، وكمان بتخليني عارفين زي ما أكون بصاحب نفسي بحتفل إن أنا زدت سنة أو بقيت أكبر سنة. فأنا أجلت ده كله عشان النهاردة عندي امتحان وأنا عارفة أنا هكون عاملة ازاي، متوترة ازاي، وخصوصا وقت الصبح. يعني أنا أول ما بصحى في يوم عيد ميلادي بعمل طقوس معينة وبعمل حاجات معينة ليها علاقة بيا أنا. برضو أجلتها لحد ما أخلص الامتحان. أنا عارفة لحد ما أخلص الامتحان هاجي تعبانة جدا ومش قادرة فهنام، فأنا أجلت ده كله بكرة. فمش لازم تستنوا إن حد يحتفل لكم بعيد ميلادكم أو إن هو يعمل لكم حاجة لعيد ميلادكم. الموضوع إن هو عيد ميلادك أنت، فأنت عايز تبسط نفسك أنت، ما تستناش حد يبسطك ويعمل لك حاجة أنت نفسك حد يعملها لك، اعملها لنفسك. أنا كده عودت نفسي إن كل عيد ميلاد أنا مش هستنى، أنا اللي هحتفل بعيد ميلادي بنفسي وأنا اللي هعمل الحاجات اللي أنا عاوزة أعملها لنفسي حتى لو هي حاجات بسيطة. فأنا بقعد سيلبريت أنا بنفسي وأعمل لنفسي اللي أنا عايزة أعمله، حاجة كده كشكر لنفسي إنها اتحملت لحد السنين دي لحد دلوقتي، ولسه بتحاول تكون بوزيتيف وتكون أحسن وبتحس بشعور أحسن. لأن أنا أستحق ومفيش حد يستحملني غيري، يعني مفيش حد يستحملني غير نفسي، فاهميني؟ كنت بفكر ان انا اعمل لنفسي النهارده كيك، بس انا عارفه هاجي بعد الامتحان ما عنديش وقت وهنام لما لقيت بقى عندي امتحان المره دي مش عارفه ايه. كنت بفكر اللي هو فاكس بقى ومش عارفه ايه وكده، ده عندي امتحان لاني قبلها هكون بذاكر وعيد ميلادي اصلا يوم الامتحان. وبعدين ادركت ان انا اللي هو انا في درس اتعلمته اللي هو celebrate the small things. عيد ميلادي بالنسبه لي كان في الاول برضو اللي هو small things، يعني حاجه مش فاهميني، مش مستاهله. بس لا، ومهما كانت الحاجات بسيطة في وجهة نظري أو في وجهة نظر الناس مش مستاهلة، لأ أنا لازم أحتفل بيها. فقلت بما إني طب أنا عندي امتحان هعمل إيه، فقلت نأجلها عادي، يعني مش لازم نحتفل في نفس اليوم، بس هنأجلها اليوم تاني، بس لازم نحتفل. ده الكلام اللي كنت بقوله جوايا. نقطة صغيرة هنا، نقطة صغيرة هنا، أحسن نقطة كمان كتير. ما بحبش احط مسكرة في الايام العادية، بتزهقني بجد بتزهقني. بس النهارده يوم مختلف وبما انه سبيشال داي فحطيت يسبب بقى بايه. قمت بقى النهارده الصبح، انا دايما في الصبح في عيد ميلادي بقعد اشغل اغاني ليها علاقه بالسن اللي انا رايحاه او اللي انا هبقى عليه. زي مثلا النهارده بقيت 21 سنه. مش متخيله الرقم، بجد مش متخيله الرقم. فكنت بشغله اغاني ليها علاقه ب21، وكنت هجورنال لقيت نفسي لا انا عايزه اكون دماغي صافيه وعارفه ان بعد الامتحان فهكون مرتاحه جدا وخلاص بقى مش هيبقى عندي حاجه، فهكون صافيه اكتر. فهجورنال بكره الصبح لما اخد الاجازه، ولما عقلي يستوعب ان انا خدت الاجازه فانا هكون available اكتر.
المفروض أصلًا كنت أطلع من البيت النهارده بدري، بس أنا برضه النهارده متأخرة، مش عارفة مهما حاولت إني أطلع بدري بوم ما بيحصلش. أخيرًا، تمام، لازم ألحق أجري أروح على الجامعة. لا لا ما كانش 500 والله. لا لا ما كانش 500. لا بلمنا ميه. بجد. Say something to birthday girl. to birthday Say 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 something to the birthday girl. happy birthday يا خوخة وعقبال مليون سنة وإن شاء الله تحققي كل اللي بتتمنيه ونشوف القناة دي فيها مليون مشترك مثلا 2 مليون حاجات كبيرة كده وتحققي اللي انتي بتتمنيه كله يا رب و I wish New Year's happy. حاولت أعمل حاجة بالإنجليزي صدقوني أنا ما يعني بالعافية. أندي المايك لزوزو عشان بجد ممكن تشده من إيدي أو تعضني من دراعي. ازيك يا حبيبي؟ لا والله اتكلم بجد. الحاجات دي مونتاج قط. برسيجر ماشي. كل سنه وانت طيبه يا خوخه. بجد احلى برسيجر واحلى بنوته في الدنيا والله. مبسوطه ان انا طلعت بيها من الكليه والله. اهدى واحده فينا مع انهم بيقولوا عليها هاديه بس هي اهدى مني بكتير قوي وراسيه كده وطيوبه. كفايه الكونفورت زون بتاعتها ديت بحبها قوي وان هي على طول يعني هي بتنعزل عننا شويه بس بحب برضو اتفرج على الفلوجز بتاعتها اللي على اليوتيوب. عايزه اقول لها بجد بتمنى لها سعيده والله بتمنى لها كل حاجه حلوه وبجد نفسي نكون مع بعض كلنا والله مش مش خوخه يعني كلنا نبقى مع بعض ما نبعدش عن بعض يعني بعد التخرج ونتقابل عادي عشان بحبهم قوي والله ودول اللي طلعت فعلا بيهم من الكليه بحبك قوي. انا بطني فيها فراشات بجد على الجمال اللي انا بعيشه دلوقتي. first day خوخة بحبك قوي بجد والله حقيقي كمان. عايزة تكوني مبسوطة قوي النهاردة بجد وحاولت بجد ان انا اعمل اي حاجة عشان تكوني مبسوطة عشان انا برضو في عيد ميلادي بتبسطني جدا كانوا مهتمين بالحاجة دي عشان كده عايزاكي تكوني مبسوطة وتصورنا صور حلوة قوي. قضيت وقت حلو قوي ما كنتش متخيله انهم هيعملوا لي كده بصراحه انا كنت عايزه اقعد اتكلم معاهم ونحكي عشان هيبقى اخر يوم نشوف فيه بعض قبل ما ناخد الاجازه. ياه والله شكلي حلو قوي بصوا شكلي هنا بجد الواحد ممتن قوي للجامعة. النهارده كلنا لابسين الوان كلر خلتيني اقول الجمله غلط يعني هيبان ان انا بيئه لا بجد لا والله يا جماعه لابسين كلنا الوان كده كلر فور كده صيف صيف يعني مع اننا ما بنحبش الصيف كلنا بس لازم نستمتع بالاجواء. لما تقولي الوان ملونة لا حبيبتي انا في تجاره. ما انا كنت بقول على قد يعني كده بالراحة واحدة واحدة. بقول لك انت هتعملي نفسك انت فلاحة اصلا ناديه ولا متضايقه. هيكون لذيذ في الصور ولا لا؟ طب ده
مش عارفه، انا مش عارفه. إيه، بصي ده بقى. هيكون لذيذ. عادة وأنا بجورنال في عيد ميلادي بحب وأنا بجورنال أقرأ الجورنالز بتاعتي القديمة وأشوف أنا السنة اللي فاتت في عيد ميلادي أنا كنت كاتبة إيه، تفكيري كان عامل إزاي، واستحضر الفايبس والشعور اللي أنا كنت بحسه في عيد ميلادي اللي قبل كده، وكمان عشان أشوف أنا كنت وقتها كان نفسي في إيه وأشوفه اتحقق ولا لأ. أنا بقراه دلوقتي مش عارفة أوصف مشاعري ناحيته بصراحة، بس لقيت حاجة مشتركة إن كل رقم أنا بوصله أنا أكون مستغرباه، وإنه لسه في حاجة في دماغي بتقولي إن إحنا مش هنكبر، إحنا هنرجع لورا، هنرجع تاني الفيرجن اللي هي الطفولة. حاجة حلوة لما تلاقوا نفسكوا بتقروا نفسكوا زمان وانتوا كنتوا بتفكروا في ايه، أفكاركوا اتغيرت ولا لأ، ايه الابديت اللي حصل. بحب الجورنال قوي عشان كده.